السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا، حاجة كلنا بنشوفها او بنسمعها في حياتنا اليومية، وهي الكلمة ممكن تبني حياة وممكن تهدم حياة. في الحقيقة الكلمة ليها تأثير كبير جدا على الشخص اللي قدامنا. احيانا كلمة واحدة ممكن تغير مسار حياة حد للأبد. زي ما بنقول دايما الكلمة طوق نجاة، بس في نفس الوقت الكلمة ممكن تكون السيف اللي يقطعنا. احنا دايما بنقول الكلام زي ما بنحب، لكن مش دايما بنفكر في التأثير بتاعه. الكلمة ممكن تكون علاج لروح مكسورة، او ممكن تكون طعنة في القلب. تفتكروا لو حد قالك كلمة زي انت مش هتقدر او مفيش فايدة منك، الكلمة دي ممكن تكون سبب في ايقاف حلمك او تدمير ثقتك في نفسك. ممكن تكون كلمة بسيطة زي كلمة انت فاشل او مش هتوصل لبر النجاح. الكلمة دي ممكن تفضل في قلب وعقل الشخص اللي يسمعها لمدة سنين وسنين، تزعله وتخليه يشك في نفسه. لكن في المقابل كلمة زي أنا فخور بيك أو أنت هتقدر ممكن تبني أمل في قلب حد وتشجعه على إنه يكمل رغم كل الصعاب. خلونا أحكي لكم شوية أمثلة من الواقع. في ناس كتير مننا مروا مواقف حسوا فيها إن الكلمة كانت السلاح الأقوى. مثلا في حد من الشباب كان دايما بيحلم إنه يبقى مهندس، لكن اتقال له من المدرسة أنت مش هتقدر تعمل حاجة كبيرة. الكلمة دي كانت شديدة جدا عليه لدرجة انه بدأ يصدقها، فبعد عن حلمه وبدأ يشعر انه مش كافي. لكن في يوم من الايام كان في حد قاله انت عندك القدرة على تغيير العالم لو ركزت على هدفك. الكلمة دي غيرت حياته، خلته يركز اكتر ويشتغل على نفسه. دلوقتي هو من افضل المهندسين في مجاله. الكلمة ممكن تكون سر النجاح او الفشل، كل شيء في ايدينا. هل هنختار نكون السبب في هدم حياة حد او هنكون السبب في بنائها؟ الجيل الجديد وبالذات الاطفال والشباب بيحسوا بكل كلمة بنقولها لهم. هم اكتر ناس في العالم بتتأثر بالكلام. علشان كده لو قلنا لهم كلمة تحبطهم، دي ممكن تكون بداية مشوار صعب، ممكن يفقدوا فيها الامل في نفسهم. لكن لو احنا كأهل او كأصدقاء قلنا لهم كلمة تشجعهم وتدعمهم، هنشوفهم بيتغيروا بشكل إيجابي. في مواقف كتير بنشوف فيها الأطفال بيفشلوا أو بيمروا بتجارب صعبة. الكلمة الطيبة ممكن تكون بمثابة بلسم لقلوبهم وتخليهم يواجهوا الحياة بأمل أكبر. احنا كلنا مسؤولين عن الكلمة اللي بنقولها. لازم نكون حريصين في اختيار كلامنا، لأن في كتير من الأحيان ممكن نكون مش عارفين ان الكلمة دي بتأثر في الشخص قد ايه. لو قلنا كلام جارح او سلبي ممكن يكون ليه تأثير سلبي على الشخص ده لباقي عمره. حتى لو حاولنا دايما نكون داعمين لبعض ونتكلم بكلام ايجابي، هنكون بنساعد في بناء مجتمع افضل. وفي النهاية خلي بالك ان الكلام مش مجرد حروف بنقولها، ده سلاح قوي جدا. خلي كلامك دايما حوافزه طيبة، وحاول تبني الناس اللي حواليك مش تهدمهم. كل واحد مننا عنده قدرة على تغيير حياة حد بكلمة، فاختار دايما الكلمة اللي ترفع من عزيمة الناس وتخليهم يواجهوا الحياة بشكل أفضل. الناس مش دايما هتفتكر كل حاجة قلناها لها، لكن أكيد هيفتكروا الكلمة الطيبة اللي خلتهم يشعروا بالأمل. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديدة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأكيد لو عندكم أي رأي أو تعليق شاركونا بيه في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، وحاولوا دايما تكونوا سبب في سعادة الناس اللي حواليكم.